بدأ مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي في إعداد القائمة التي ستخوض مباراتين وديتين ضد غينيا ونيجيريا يومي 22 و 27 من سبتمبر في ملعب ميلود هدافي في مدينة وهران. وحسب مصادر إعلامية فإن المدرب جمال بلماضي أجرى الكثير من التغييرات على القائمة المعنية بحضور هذا المعسكر مقارنة بالعناصر التي اعتاد عليها في مناسبات سابقة. ووفقا للمعلومات نفسها فإن بالماضي سيستبعد 3 أسماء مهمة من القائمة بسبب تأخرهم في حسم مستقبلهم الكروي، ويتعلق الأمر بالحارس رايس مبولحي والظهير الأيمن حسين بن عيادة، وكذلك لاعب خط الوسط سفيان فغولي. ولم ينجح الحارس مبولحي لحد اللحظة في العثور على ناد جديد يتنقل له بعد نهاية عقده مع الاتفاق السعودي، وكذلك الحال مع حسين بن عيادة الذي ارتبط اسمه بالوداد المغربي رغم أنه بدون فريق حاليا، في حين يواصل سفيان فغولي يتفاوض مع العديد من الفرق لكن دون التوصل لأي اتفاق رسمي. وكان المدرب جمال بلماضي قد عبر في تصريحات سابقة عن رغبته في إعطاء الفرصة للاعبين شباب جدد مثلما كان الحال في معسكر شهر جوان الماضي، وهذا بعد الإخفاق في الوصول إلى منافسات بطولة مونديال 2022.